في ناس بتبعت لي رسائل حقيقه هنا، وبتبعت لي على الفيسبوك رسائل تقول لي انت ازاي بتطلعي تضحكي وتهرجي وتعملي وانت خارجه من ما انت عايزين نعمل ايه؟ الطم يعني انا لو عملتش كده هموت، هيحصل لي حاجه. انتوا عايزين نعمل ايه بقى؟ يعني انا اموت نفسي انتحر عشان ترتاحوا؟ انتوا مستكترين على الواحد ان هو يفرح؟ انا دقت ايام ما يعلم بها الا ربنا. انا مريت بايام محدش شافها ولا هيشوفها، فما تستكتروش على الفرحه ان انا بطلع بضحك وبهرج وقدامكم كده ماسكه نفسي. انتوا تعرفوش اللي جوايا، ولا حدش يعرف اللي جوايا، ولا حد دق يوم من الايام اللي انا دقتها، يوم من الايام اللي انا دقتها. مستكترين ليه الفرحه على الواحد بقى؟ عايزه افهم. عايزين اقعد مكتئبه ولا اشوف حد ولا اكلم حد ولا اطلع على السوشيال ميديا ولا اعيش حياتي ولا افرح ولا انبسط ولا حاجه؟ انتوا عايزين كده؟ انا مش هقدر اعمل كده، انا هموت لو عملت كده. والناس اللي بتدخل تشتم من غير داعي، مش كفاياكوا شتيمه؟ مش كفاياكوا الستات اللي بتشتم من غير داعي؟ مش كفاياكوا شتيمه؟ ما كفكوش الستات؟ انا عملت لكم ايه عشان تدخلوا تشتموا بالشكل ده؟ والرجاله اللي بتدخل تتبسط وتتفرج وبعدين في الاخر تعمل ايه؟ تطلع تشتم برضه. بتتفرج ليه اصلا؟ داخل على الاكونت بتاعي ليه؟ داخل ليه تتفرج عليا؟ انا يا سيدي ست يعني انت مش عارف سما المصري دي هتقدم محتوى ايه؟ انا قلت لكم انا ست تافهه، لا عندي محتوى ولا عندي زفت. انا ست فاضيه من جوه. ولحد دلوقتي على فكره اقول لكم على حاجه، انا كل ما بكبر بخرف، كل ما بكبر بزداد تفاهه اكتر. عايزه افهم، يعني انا ست تافهه، انتوا بتدخلوا تتفرجوا على واحده تافهه ليه؟ انتوا فاكر داخل ادخل قناه الرحمه ولا قناه اقرا؟ انتوا داخلين قناه يعني الرحمه شويه، الراحمون يرحمهم الله. بشويش شويه، بالراحه، بشويشه. انتوا لازم تضايقوني يعني؟ الناس بتبعت تقول لي عايزين نعمل ايه؟ انتحر، اموت نفسي؟ هتبقوا مبسوطين؟ هتقول الله يرحمها بقى ولا الله يكحمها، راحت مكان ما راحت. كل واحد يخليه في حاله. انت داخل دلوقتي على اكونت سما المصري، عارف هي بتقدم ايه؟ ما بتقدمش حاجه يا سيدي. هي ست تافهه وفاضيه وفارغه، وطلعت تشحت على التيك توك، وطلعت تلم فلوس، وطلعت تعمل كل حاجه. بتدخل عندي ليه بقى؟ انا دلوقتي اهو الساعه كام؟ 1 والمتابعين 3300. جم منين 3300؟ اللي داخلين علشان يشتموا. انت داخل عشان تشتم؟ انت عامل اكونت عشان تشتمني مثلا؟ خليكوا في حالكم، سيبوني في حالي. خليكي في حالكم، سيبوني. كفايه اللي انا شفته. الهدوم ياما بتداري، والوشوش ياما بتداري، والابتسام ياما بتداري. لازم تضايقوني؟ انا فاضل لي يومين على عيد ميلادي، 4 سنين ونص ضاعوا من عمري وانا محبوس. ما حدش كان حاسس بيا، ما حدش كان حاسس بيا خالص. ربنا وحده بس اللي كان حاسس بيا. وخسرت ناس عزاز على قلبي، خسرت خيلي اللي كان مربيني، راح الله يرحمه، هو اللي كان بيجري ورايا. بلاش كده، خليكوا رحماء شويه، ما تبقوش انتوا القاضي والجلاد في نفس الوقت. ما انا خلاص، انتوا مش انتوا طلعتوني انا غلطانه وكنت بعمل حاجات غلط، اتعاقبت، خدت عقاب. في ناس بقى موجوده بتسرق وبتقتل وبتنهب، ها، وما خدوش عقاب، ما خدوش عقاب. وده قضاء الله وقدر، وانا راضيه، انا راضيه، مقسوم لي ومكتوب لي، وانا مش زعلانه على فكره. يعني بلاش النفسيات دي، بلاش النفسيات دي. كل واحد يخليه في حاله. انا ما بدخلش في حياه حد، ما تدخلوش في حياتي. مره تقولوا دي طالعه تشحت على التيك توك. نزلت بوست على فكره على الفيس وقلت ايوه انا بشحت على التيك توك، بشحت على التيك توك. اقول اغنيها لكم، بشحت على التيك توك، مالكوش فيه، ما بمدش ايدي في جيب حد.
واللي طالعين يقولوا دي ولا هممها الحبس. انت مش ما تعرفش اللي جوايا عشان تعرف انا هممني الحبس ولا مش هممني. انت ما دخلتش في جوايا. انت لو قعدت من 4 حيطان وشفت اللي انا شفته هتموت، هتنتحر، بس انا مش هموت كافره برضه. وربنا يحاسبني على اللي انا بعمله، ربنا بس هو اللي هيحاسبني. انت ما تحاسبنيش، انت كبشر ما تحاسبنيش. وكل الناس سابتني واتخلت عني على فكره، بما فيهم الاستاذ اللي كان لسه داخل دلوقتي، سابني واتخلى عني. ناس كتير غيره على فكره، مش هو بس انا اكتشفت حقيقه الناس بقت واضحه قدامي. انا لازم اعامل الناس على قد معاملتهم ليا. اما انت تبقى معايا ندل، انا هبقى معاك 20 ندله في بعض. انا مش هبقى جدع مع حد تاني خلاص. واي حيوان هيدخل يقل ادبه في تعليق انا مش هرد عليه، انا هعمل لك بلوك، سواء هنا او على انست او على الفيس. اي حيوان انا بسميه حيوان. خليك في حالك يا حبيبي، ما تبقاش يا حبيبي طالع عمال تقول لي مش عارف ايه وتشتم وانت داخل لي في الانبوكس بتحكها. انت داخل تحكها، انت بتدخل في الخاص تحكها وانت عارف نفسك كويس. كل واحد عارف نفسه كويس. هو بيدخل يحكها معايا في الخاص، يدخل يتنحنح ويتدلع ويتعرف عليك ويطلع بره يشتم. بلاش شغل مدعين الفضيله ده. احنا واضحين قدام، انا ست واضحه قدام الناس. بلبس مكشوف، لبست مكشوف، بقى ست ماشيه بشعري عارفه انا بعمل ايه. غيري بقى متداري بقى في اللحيه والجلابيه ومتداري في الخمار والنقاب. مش كلهم، انا بتكلم عن الناس اللي بتدخل عندي وعامل لي الفضيله وهو استغفر الله العظيم. بدل ما تعمل كده ادعي لي ربنا يهديني، ربنا يصلح حالي. ادعي لي دعوه حلوه، ربنا يستجيب دعوتك يا اخي. لكن تعملوا العمله ولا كأنكم عملتوا حاجه. يعمل العمله ولا كأنه عمل حاجه، وداخل عادي جدا في اللايف، مفيش مشاكل عنده في حاجه، ايزي جدا بالنسبه له. ولا كان الست دي كان في بيني وبينها في يوم ايام عيش وملح. لا اكرم لك ما تدخلش اللايف تاني. انت عارف انا بتكلم على ايه. اكرم لك ما تدخلش اللايف تاني عشان ما سمعكش كلمتين قدام الناس. كل واحد يحترم نفسه. لو انت شايف ست مش محترمه ما تدخلش عندي. عندك اكونتات ناس محترمين كتير لابسه الحجاب ولابسه النقاب ولابسه مقفول. انا يا ست بلبس مكشوف، بلبس قصير. مضايقك تصرفاتي وشغلي عند مكتب السيد المحترم النائب العام، روح قدم فيها بلاغ زي ما تقدم فيه قبل كده. خلاص روح يا حبيبي. لكن ما تدخلش تشتمني وفاكرني انا هسكت لك. انا مش هشتمك عشان انا المكان اللي انا كنت فيه ربنا علمني فيه الصبر. انا مش هشتمك، بس هديك بلوك في وشك، والله العظيم هديك بلوك في وشك. انا ما شفتش سفاله في حياتي كده، والله العظيم ما شفتش كده في حياتي. بيكحينوا عينهم قد كده وتتدب فيها رصاصه. ربنا معايا طبعا، وربنا اللي وقف جنبي، وربنا اللي نصرني، والحمد لله ان انا واقفه وماشيه على رجلي، والحمد لله ان انا بضحك ومش هبطل ضحك على فكره، عشان ضحكتي دي اللي بتحرقهم والله العظيم. عندك يا حبيبي مشكله معايا، مفيش داعي انت تقعد تشتم، روح قدم فيها بلاغ. لكن تدخل تقل ادبك وتتسافل. ايه يا اخي، ايه يا اخي، في ايه؟ ما انت عندك ستات في بيتك يا اخي، انت مش عارفك الستات اللي في بيتك بتخرج تروح فين ولا تخرج تعمل ايه؟ احترم نفسك شويه. وتلاقيك راجل كبير وحاطط صوره شاب صغير او شاب صغير ومسترجل وعامل راجل. لا انت مش راجل، انت مش راجل. الراجل مش كلام. الراجل مش لما ابقى كويسه تبقى انت جنبي وصاحبي وبنروح وبنيجي وبنخرج وبنتغدى وبنعمل كل حاجه، لكن لما انا اقع في دقيقه تجري ما اشوفكش. ليه؟ هي الدقيقه هتقعد على طول؟ هي الدقيقه هتقعد على طول؟ الدقيقه شويه بتخلص وخلاص. كل حاجه لها اخر، البني ادم نفسه ليه اخر، بينتهي وبيخلص. احنا نعمل ايه بقى؟ نتقي ربنا في تصرفاتنا. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. مش معنى كده ان بقول الحجاب مش فرض واللبس الالتزام مش، بس انا يا سيدي ست ايماني ضعيف، ادعي لي بقى ربنا يقوي ايماني، مش تشتمني. يعني ربنا لما كلم سيدنا محمد قال عليهم بالحسنى. يعني انا مش فاكره الايه اللي ربنا قال سيدنا محمد عليها، ان غير انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. افتكرها لكم بس.